بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لدى الثالثة إعدادي، تصحيح ديال النموذج الخامس من الامتحان المحلي. ديجا خدمنا 4 ديال النماذج بالتمام والكمال مع الشرح المبسط. اللي بغاهم غتلقاو الروابط ديالهم ب4 في الوصف ديال الفيديو. ودابا غادي نخدموا النموذج الخامس. ديجا حطيت لكم باش تخدموا PDF وديزيماج في القناة ديال الواتساب. اللي بغا PDF غتلقاو الروابط في الوصف. ودابا غادي نبداو التصحيح ديال هاد النموذج. دونك نموذج زوين بزاف فيه الاسئله اللي كيطرحوا دائما. التمرين الاول والثاني غيكون عندكم فيه لي بويسونس، لي دونتيتي روماركابل، لي راسين كاري، الجذور مربعه. كذلك الكتابه العلميه لي كتير سيونتيفيك مع لي بويسونس بطبيعه الحال. développement factorisation بليدونتيتي روماركابل. ليكزارسيس 3 عندكم فيه الكومباريزون والانكادرومون ديال الجمع ديال الضرب الطرح والقسمه. ثم ليكزارسيس 4 عندكم فيه طاليس والشكل اللي دائما كيطرح ديال فيثاغورس ديال بيثاغور اللي كيكون فيه البابيون والمثلث في نفس الوقت. وليكزارسيس 5 غادي نشوفوا فيه بيثاغور مع تريغونومتري. دونك اسئله وتمارين مهمه جدا. الا تبعتي معايا اكيد غادي تستافد من هذا الشرح ان شاء الله. دونك نبداو بليكزارسيس 1. كوشي لا بون ريبونس. دونك هنا عطيتكم كيسيون، عطيتكم دو ريبونس وانت غتختار الجواب الصحيح. وما يمكنش تقمر بطبيعه الحال. الا ما كنتيش عارف هذه القواعد راه مستحيل انك تجاوب الجواب الصحيح. دونك نبداو بالكيسيون 1. عندنا موان 1 سيغ 3 à la puissance moins 2. دونك فاش كيكون عندي الاس سالب، الا بغيت نرجعو موجب شنو كندير لانفيرس ديال هذا العدد. لانفيرس ديال موان 1 سيغ 3 هو موان 3. 1 على 3 هي الانفيرس ديال المقلوب ديالها هو 3 على 1. 3 على 1 هي 3 باش نرجع الاس موجب. وناقص 3 اس 2 هنا عندي الاس الزوجي، دونك ناقص مشات، و3 اس 2 هي 9. اذا الجواب الصحيح هو 9 ماشي ناقص 1 على 9. اذا غادي نكوشي هاد العدد هاد الجواب. كيسيون 2 عندنا لا راسين دو 0.0004. دونك شنو كيساوي؟ واش كيساوي 0.02 ولا 0.002؟ اذا حنا شنو غنديرو؟ حنا نديرو الطريقه السهله، نديرو العمليه بالعكس. يعني الا كان جذر مربع 0.004 كيساوي واحد العدد x، يعني هذا كيعني ان x أس 2 الا رفعت هذا العدد أس 2 غيعطيني هذا العدد. واضح؟ دونك غادي نرفع هذه أس 2 ونشوف شنو غتعطينا ونرفع هذه أس 2. هذه طريقه اخرى سامبليفي. هذه نقدر نكتبها كتابة علمية، نكتبها هي 4 في 10 أس ناقص 4. عندي 4 ديال الأرقام الأولى الفاصلة. هذه شوية غادي نعقد لكم الأمور. دونك ديرو حنا الساهلة. عندي 0.02 في 0.02. هذه هي 0.02 أس 2. 2 في 2 4. هنا عندنا جوج الأرقام الأولى الفاصلة. دونك الفاصلة غتكون من هنا بجوج الأرقام، ها جوج أخرين. 4 ديال الأرقام الأولى الفاصلة عاد 0. دونك 0.004 فعلا صحيحة. إذا هذا الجواب الصحيح. أما إلا درت 0.002 أس 2 راه غتعطيك 3 الأرقام الأولى الفاصلة في 3 الأرقام غتعطيك 6 الأرقام الأولى الفاصلة. عطيك 0.000 عاد 4، 5 الأصفار عاد 4. ديك 6 الأرقام من وراء الفاصلة. كيسيون نيميرو 3. سي A moins B égale moins racine de alors A صغر من بي ولا اكبر من بي. دونك حنا القاعده كتقول لنا الا بغيتي تقارن جوج الاعداد ا و بي كتشوف الاشاره ديالهم. الا كانت سالبه فا صغر من بي، كانت موجبه يعني كان ا ناقص بي كبر من صفر، ا كتكون كبر من بي. هذا الرمز كنحطوه بلاصه ناقص. حنا عندنا ناقص جذر جوج سالبه، اذا صغر من صفر، اذا ا غتكون صغر من بي، وهذا هو الجواب الصحيح. Question numéro 4. L'inverse de racine 5 moins 2 et donc l'inverse هو المقلوب ديال جذر 5 ناقص 2. واش هو جوج ناقص جذر 5 ولا جوج زائد جذر 5؟ إذا حنا نشوفوا الانفيرس ديال جذر 5 ناقص 1، الانفيرس هو 1 على العدد، 1 على جذر 5 ناقص 2. دونك هنايا راه سؤال وسط السؤال.
هنا خصني نحيد الجذر من المقام باش نبسط هذا العدد. دونك باش نحيد الجذر غنضرب في ليكسبرسيون كونجيغي اللي هي جذر 5 زائد 2، حتى هنا نضرب في جذر 5 زائد 2. دونك هنا عطينا جذر 5 زائد 2 في واحد راه هي جذر 5 زائد 2. هنا عطينا جذر 5 أس 2 ليدونتيتي غوماركابل ناقص 2 أس 2. دونك هي جذر 5 زائد 2، جذر 5 أس 2 هي 5، 2 أس 2 هي 4. دونك هي جذر 5 زائد 2، 5 ناقص 4 هي 1. دونك هي جذر 5 زائد 2 على 1 غتبقى جذر 5 زائد 2 اللي هو هذا الجواب الصحيح. هنا 2 ناقص جذر 5 ماشي هي 2 زائد جذر 5 هو الجواب الصحيح. ندوزو السؤال الأخير. دونك هنا قلنا هاد ليكسبرسيون هادي واش كتساوي بي أس 11 ولا بي. دونك حنا باش نعرفو خاصنا نبسطو هاد العدد. عندنا a على بويسونس موان 2 تو على بويسونس 3 و b على بويسونس موان 3 تو على بويسونس موان 2 سيغ a على بويسونس موان 6 b على بويسونس 5. دونك شنو كتساوي إيكال. دونك هنا عندنا بويسونس دو بويسونس. إلا كانت عندي a أس n لكل أس m شنو كتساوي a أس n فوا m كنديرو الضرب. دونك هي a أس ناقص 2 في 3 اللي هي ناقص 6. في نفس الشيء هنا عندي بي أس ناقص 3 في ناقص 2. دونك ناقص 3 في ناقص 2 هي 6. واضح ناقص في ناقص غتعطينا زائد. هنا عندي a أس ناقص 6 ها هي، وهنا عندي بي أس 6. دونك a أس ناقص 6 أس ناقص 6 هنا أس ناقص 6. دونك كنختزل هادي مع هادي. هنا عندي أس 5 ماشي أس 6. هنا عندي بي أس 5 وهنا عندي الفوق بي أس 6. دونك فاش كتكون عندي نفس لا باز a أس n على a أس m شنو كندير a وكندير لا سوستراكسيون n ناقص m كندير الطرح. دونك هادو مشات بقات لنا بي وغندير 6 ناقص 5 اللي هي بي أس 1 اللي هي بي. إذا بي هو الجواب الصحيح ماشي بي أس 11. إذا هذا هو الجواب الصحيح. دونك شفتو تمرين بسيط ولكن راه ما كنتيش عارف القواعد راه ما غاديش تجاوب جواب صحيح. غتبقى انت وزهرك غتبقى تقمر وانت وزهر. ندوزو ليكزارسيس نيميرو 2 simplifie les expressions suivantes. دونك هنا مطلوب منا نبسطو هاد التعابير هادو. دونك عندي جذر 81 غادي نحاول نفكك هاد الاعداد لجداء عددين اللي واحد فيهم معروف الجذر ديالو. دونك جذر 81 هي أو كاين عدد واحد جذر 81 أغاسيم بارفي اللي هو نفس 81 هي 9 أس 2. وهنا عندي جذر 64 هي 8 أس 2. دونك قاعدة كتقول ليك جذر أ أس 2 كتساوي أ إلا كان أ موجب. حنا في هاد الحالة راه عندنا أ موجب 9 موجب. إذا جذر 9 أس 2 هو 9 وجذر 8 أس 2 هي 8. دونك تساوي 9 ناقص 8 تساوي 1. إذا 1 هو الجواب الصحيح. تقدر تجاوب مباشرة جذر 81 كتبها هي 9 الجواب ديالك صحيح. جذر 64 هو 8 الجواب ديالك صحيح. واضح؟ لا ما دير هاد جذر 9 أس 2 هذه فقط الكماليات، ولكن إلا جاوبتي مباشرة الجواب ديالك صحيح 100%. هنا فين غادي نفكو الأعداد في الإكسبرسيون بي. عندنا غاسين 8 بلس غاسين 18 بلس غاسين 32. دونك هنايا غادي نحاول نفكك هاد العدد لجداء عددين اللي واحد فيهم معروف الجذر ديالو. هنا عندي جذر 8 نقدر نكتبها هي جذر 4 في 2. 4 في 2 8. هنايا دائما فاش كنفكك العدد الاول كيعطيني عدد اللي معروف الجذر ديالو وواحد ما معروفش الجذر ديالو بحال 2. دونك كنحاول هاد الاعداد هادو كاملين نقسمهم على 2. عندي جذر 18 راه هي جذر 9 في 2 وجذر 9 غاسين طافي وغتبقى لي عاوتاني 2. نفس الشيء العدد الاخر عندي 32 راه هي 16 في 2. 16 في 2 32 و 16 معروف الجذر ديالها تساوي جذر 4. نفكك إذا كانت عندي جذر أ في بي راك تساوي جذر أ في جذر بي. دونك هي جذر 4 في جذر 2. نفس الشيء جذر 9 في جذر 2 جذر 16
جذر جوج. لاحظوا بقات عندي جذر جوج جذر جوج جذر جوج. دونك كتساوي جذر 4 معروف راسين باغفي هو جوج جذر جوج. هنا عندي جذر 9 هو 3 جذر جوج، وجذر 16 هو 4 جذر جوج. دونك لاحظوا كما قلت لكم هنا جذر جوج كتعاون. نقدروا دابا نعملوا بجذر جوج ولا نحسبوا مباشرة. كاين اللي كيقدر يحسب مباشرة. اشنو غدير مباشرة؟ غدير جوج زائد 3 5، 5 زائد 4 9 وتحط حداها جذر جوج هي 9 جذر جوج. اولا دير واحد القوسين ديال التعميل بحال غتعمل بجذر جوج ودير هنا جوج زائد 3 زائد 4 وتحسب جوج قلنا زائد 3 5 زائد 4 هي 9 وتبقى لنا جذر جوج. اذا هي 9 جذر جوج. جاوبتي مباشرة الجواب ديالك صحيح. درتي التعميل الجواب ديالك صحيح. التعميل كنديروه غير باش ما نتلفوش واضح. اما هي راه باينه بحال عندك جوج اكس زائد 3 اكس زائد 4 اكس كنحط هذيك اكس وكنجمع المعاملات ديالها لي فاكتور اللي كاينين حداها. دونك ندوزو ليكسبرسيون سي. عندنا غاسين 3 موان غاسين 8 فوا غاسين 3 بلس غاسين 8. دونك هذه غنطبقوا عليها نفس القاعده. غنطبقوا عليها هذه القاعده ولكن هذه المره بالعكس. عندي جذر ا في جذر بي كتساوي جذر ا في بي. نقدر ندخلوهم في جذر واحد. دونك غنديرو جذر كبير وغندخلو فيه 3 ناقص جذر 8 في 3 زائد جذر 8. لاحظوا هذه كيفاش مكتوبه ا ناقص بي في ا زائد بي. دونك هذه متطابقه رقم 3. النشر ديالها شنو هو؟ نخلي هذا الجذر. النشر ديال ليدونتيتي ماركابل نيميرو 3 هو ا كاري موان بي كاري. دونك في هذه الحاله هي 3. دونك ندير 3 او كاري موان راسين 8 او كاري. دونك ايغال 3 او كاري 9 لا راسين 8 او كاري. الجذر غيحيدو سي 2 وغتبقى 8. دونك هي الجذر 9 ناقص 8 هي 1 وجذر 1 معروف هو 1. واضح؟ لا هذا هو الجواب ديال السؤال ديال ليكسبرسيون سي. ندوزو ليكسبرسيون دي. دونك عندنا جذر كبير غنبداو نبسطو بشويه بشويه غنخليو هاد الجذر الكبير ما نقربوش ليه. هنا تساوي خليها 11 ناقص خليو عاوتاني هاد الجذر هذا عندي 9 على جوج خليها ناقص ونجي هنا نبسط. عندي جذر 8 زائد جذر 18 زائد جذر 32 هادي راه دزنا عليها. ها هي نقدروا نستعملوا هاد ليكسبرسيون هادي. ها هي جذر 8 زائد جذر 18 زائد جذر 32 هي هادي جذر 8 زائد جذر 18 زائد جذر 32. شحال لقينا؟ لقينا 9 جذر جوج. دونك نعوضوها ب9 جذر جوج. بغيتي تبقى تبسط تعاود جذر 8 تكتبها جذر 4 في جذر جوج جذر 9 في جذر جوج جذر 16 في جذر جوج في الاخر راه غتخرج لك نفس النتيجه. غير حنا راه ديجا خدمنا هاد العمليه يعني لا داعي اننا نعاودوها على جوج جذر جوج. دونك هادي راه هي هادي. يعني لا بغيتي تحيد عليك تحيد عليك كاع اللومه كيف كنقولوا غتقول دابخي كيسيون اش من كيسيون ا بي حسب السؤال واحد بي. يعني هذه راه جبتها من السؤال واحد بي. دونك شنو بقات لنا؟ بقى لنا والو. ها هي جوج جذر جوج ها هي عاودنا كتبناها. دونك ايكال غنكتب عاوتاني جذر مربع نكتب 11 ناقص جذر مربع نكتبها وهنا نختازل جذر جوج غتمشي مع جذر جوج ها هي وغتبقى لي 9 على جوج ناقص 9 على جوج. عدد ناقص نفسه شحال غيعطينا؟ غيعطينا 0. واضح؟ دونك تساوي جذر مربع ديال 11 ناقص جذر صفر راه هو صفر. دونك جذر 11 ناقص صفر هي جذر 11 وجذر 11 راه منقدرش نبسطها دونك نخليها جذر 11.
نعاود معكم العملية شنو درت. دونك 11 هي خليناها، 9 على 2 خليناها، غير هاد العملية اللي لولناها هنا بالخضر، جذر 8 زائد جذر 18 زائد جذر 32 ديجا حسبناها في السؤال بي. ها هي هاد العملية لقيناها 9 جذر 2، عوضتها ب 9 جذر 2. واضح؟ هنا 2 جذر 2 ها هي خليتها في بلاصتها. هنا عندي جذر 2 الفوق وجذر 2 لتحت، اختزلت بها بقات لي 9 على 2. 9 على 2 ناقص 9 على 2 غتعطينا صفر. دونك هنا بقى لنا جذر صفر. جذر صفر هو صفر، 11 ناقص صفر هي 11. واضح؟ واضح جدا. اللي ما فهمش حاجة يخليها لنا في السؤال الحق. وندوزو كيسيون دونك ديفلوبي ريدوير. دونك هنا مطلوب منا النشر والتبسيط. هذه مكتوبة سو فورم ديدونتيتي غوماركابل نيميرو 1 A بلس B كاري. شنو الديفلوبمون ديالها؟ هو A كاري بلس 2 AB بلس B كاري. دونك A في هاد الحالة هي 1 و B في هاد الحالة هي جذر 2. دونك كندير تساوي A أس 2 يعني 1 أس 2 زائد 2 AB. 2 ديما كاينة في A اللي هي 1 في B اللي هي جذر 2 زائد B أس 2 يعني جذر 2 أس 2. 1 أس 2 1، 2 في 1 2 جذر 2. هنا أس 2 تحيد الجذر وغتبقى لنا 2. دونك 1 زائد 2 هي 3 زائد 2 جذر 2. هنا 3 راه منقدرش نحسب عدد مع عدد اللي فيه الجذر. اللي غيدير لك 5 جذر 2 ولا شي حاجة بحال هكا راه خطأ. Déduire une simplification de f égale racine 3 plus 2 racine 2 moins racine 2. دونك عندنا f كتساوي 3 زائد 2 جذر 2. هاد 3 زائد جذر 2 ها هي 3 زائد جذر 2. مادام قالنا ديدوير يعني نستنتج من السؤال اللي قبل. واضح؟ دونك غنعوض هاد 3 زائد 2 جذر 2 غنعوضها بهاد الاكسبرسيون الاولى اللي عندنا هنا. دونك ايغال لا راسين دو هاد 3 زائد 2 جذر 2 هادي راه هي هي او هي لقيناها هنايا. كنعوضها ب1 زائد جذر 2 أس 2 وما ننساش هاد باقي جذر 2. واضح؟ دونك هنا عندي جذر مربع وعندي أس 2 وعندي العدد هنا موجب. 1 زائد جذر 2 راه موجب. دونك نقدر نحيد الأس مع الجذر. دونك نحيد لنا الجذر غيحيد لنا الأس أو الأس غيحيد لنا الجذر وغتبقى لنا 1 زائد جذر 2. إلا بغيت نحيد عليا عاوتاني اللومة ندير التعليل. علاش حيدت الجذر مع أس 2؟ نقدر ندير هنا ك 1 بلس راسين 2 ستريكتومون سيبيريور ا 0. دائما أي حاجة قدرتي دير التعليل ديالها في الرياضيات دير التعليل، راه كيخرجك من باب واسع. مثال الأستاذ إلا بغى ينقص لك شي حاجة ما يقدرش ينقص لك، حيت درتي التعليل جاوبتي ليه الجواب ديالك مطرط ما عنده ما ينقص ليه. دونك هادي 1 زائد جذر 2 ما نساوش هاد ناقص جذر 2 زائد جذر 2 ناقص جذر 2 نختزل بها هي 0 وغتبقى لنا في الاخر 1. هذا هو الجواب ديال ندوزو الكيسيون نيميرو 2. Écrire les nombres suivants sous la forme d'une notation scientifique. Notation scientifique هي l'écriture scientifique، هي الكتابة العلمية. دونك حنا على الكتابة العلمية نعاود نذكر دائما أي قاعدة كنحتاجوها كنذكرو بها. الكتابة العلمية هي نكتب أي عدد على شكل A و 10 à la puissance n، sachant que les conditions اللي خصهم يكونوا عندنا دو كونديسيون. الكونديسيون الأولى هي A تكون encadré par A et 10، تكون محصورة ما بين 1 و 10. والكونديسيون الثانية هاد n يكون un nombre relatif، un nombre entier relatif، عدد صحيح نسبي، يعني 1 2 ناقص 1 يقدر يكون موجب يقدر يكون سالب، ولكن ما تكون فيه لا فاصلة لا جذر لهم يحسب. واضح؟ دونك حنا عندنا هاد العدد 475,000. دونك ما محصورش ما بين 1 و 10 وما عندوش 10 أس n. دونك ماشي كتابة علمية، خصو يكون محصور بين 1 و 10 ويكون 10 أس n. هاد 10 أس n
تقدر ما تكونش. علاش؟ حيت ان ممكن تكون صفر. الا كانت ان صفر في هذه الحاله غتكون عندنا كتساوي ا. علاش؟ حيت 10 أس صفر كتساوي واحد، واحد في ا راه هي ا. واضح؟ المثال اللي كتبت جوج هذه راه كتابه علميه، بحال جوج في 10 أس زيرو. ها هي جوج محصوره بين واحد و 10. صفر ان نومبر اونتي غولاتيف، دونك هذه اكريتير سيونتيفيك. و 10 أس زيرو راه هي واحد، بحال جوج في واحد هي جوج. واضح؟ سي بون. دونك هادشي راه ديجا شرحناه في الدرس. دابا غنشوفو الطريقه كيفاش نخدمو هاد العدد. اي عدد كيف ما عطالك كيف ما بغى يكون كتمشي للرقم الاول، الارقام اللي كنعرفو حنا: واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، حتى لتسعود. كنمشي الاول على اليسار هو 4. واضح؟ كنجي وكنحط حداه الفاصله. عندي هنا الفاصله غنحطها هنا 4، حيت هاد العدد هو اللي غيكون محصور ما بين واحد و 10 هو 4. فاصله ما كتعنيناش، فاصله كيف ما بغات تكون. هاد 75 3 الأصفار من الفاصله من ورا الفاصله راه ما كيغير والو. كنعرفوا الفاصله الصفر من ورا الفاصله ما كيتحسبش. واضح؟ بحال درت الزيروات بحال ما درتهمش، كنجيو من ورا الفاصله. دابا شنو كندير فوا 10 على بويسونس ان على بويسونس واحد العدد. كيفاش نقلب على هذا العدد؟ سهله. كنجي كنحسب الفاصله بشحال تحولات من الرقم. الفاصله في الاول فين كانت؟ ما كايناش، راه كاينه هنا. الا ما كانش الفاصله راه كاينه في اخر رقم. اي عدد 15 مثلا راه هي 15.0، حيت قلنا الصفر من ورا الفاصله ما كيتحسبش. مليون راه هي مليون فاصلة صفر ولا فاصلة صفر صفر. زيد شحال ما بغيتي تاع الاصفار ما غيتحسبوش من ورا الفاصله. واضح؟ دونك هذه راه بحال عندي فاصلة صفر صفر. تحولت الفاصله من هنا جبناها لهنا. شحال من رقم تحولت به الفاصله؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. نجي هنا ونكتب 5. دابا بقى عندي الحالة الثانية، هي نعرف هذا العدد واش موجب ولا سالب. باش غنعرف واش موجب ولا سالب؟ الفاصلة إلا مشات من اليمين لليسار كيكون هذا الأس موجب، مشات من اليسار لليمين كيف ما غنشوفو في الحالة الثانية غيكون الأس سالب. دونك هنا عندنا الأس موجب حيت تحولت لنا الفاصلة أغوش، مشات على اليسار. دوزو للعدد الثاني. شنو قلت لكم؟ كنحيد الأصفار، كانوا من هنا ولا من هنا ما كنعتبرش الأصفار. كنمشي لأول رقم على اليسار هو 7، نجي نحط 7 ونحط تحته الفاصلة ونحط الأرقام اللي بقاو وراه. بحال هنا بقات 2، 6. كانوا الأصفار راه لا داعي باش نكتبهم. وندير فوا 10 على بويسونس ان على بويسونس واحد العدد. نمشيو نقلبوا على هذا العدد. كيفاش غنقلبوا عليه؟ لهذا العدد هذا غادي نقلبوا عليه بشحال تحولات الفاصله. كانت هنا تولي هنا. ما نساش هاد ناقص، هذه نسيتها، خاصها تكون. كان ناقص نحطها، كانت زائد بحال هنا نحطها. ناقص وزائد هنا راه ا تقدر تكون موجبه تقدر تكون سالبه. ا فوا 10 على بويسونس. دونك شحال تحولات الفاصله؟ 1، 2، 3، 4، 5. تحولات بخمسة ديال الارقام، ولكن تحولات من اليسار لليمين. اذا تحولات من اليسار لليمين كيكون هذا الاس سالب. دونك موان 7.26 فوا 10 على بويسونس موان 5. هذه هي ليكريتير سيونتيفيك ديال هذا الحد. واضح؟ واضح جدا. اذا هكا كملنا التمرين الثاني، كذلك التمرين الاول والتمرين الثاني. تمارين زوينين بزاف، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الشرح وتكونوا فهمتوه مزيان. ليكزارسيس نيميرو 3 اللي غنشوفوا فيه الكومباريزون، غنشوفوا لونكادرومون. تمرين زوين بزاف. دونك نبداو التمرين كيسيون ا. كومباري 4 راسين 3 اي 5 راسين 2. دونك هنا مطلوب منا ان نقارنوا هاد العددين هاد. دونك باش نقارنوا الاعداد اللي فيهم الجذر راه هضرنا على هادشي بزاف. اشنو كندير؟ كنرفعوهم اس 2. دونك كندير انا 4 راسين 3 راسين 3 او كاري، نحسبها شحال كتساوي، ونحسب 5 راسين 2 او كاري شحال كتساوي. دونك 4 او كاري 16 راسين 3 او كاري 3 3 فوا 16 عطينا 48. 3 في 8 18. 3 في 1 3 و1 هي 4. 5 أس 2 25
جذر جوج أس 2 جوج، جوج في 25 50. دونك 50 كبر من 48. دونك غنستنتجو أن 5 غاسين دو كاغي كبر من 4 غاسين 3 وكاغي، حيت هادي 50 وهادي 48. 50 راه باينة كبر من 48. دونك مادام هنا عندنا الأعداد موجبة، إلا كانوا الأعداد موجبة دونك 5 غاسين دو غتبقى كبر من 4 غاسين 3. غيبقى نفس الترتيب فاش كنبغي نحيد أس 2. ولا بأس أنا ندير لأن كاغ 4 غاسين 3 كبر من 0 وحتى 5 غاسين دو كبر من 0. أنا باش نزيد نعلل الجواب ديالي كيف ما قلنا، ما نخلي الاستاذ من يشتني اي حاجه نقدر نعلل بها الجواب ديالي دير التالي. هنا اللي كان الاعداد موجبه، حيت الا كانوا سالبين غيتقلب الترتيب. هادشي راه ديجا شرحناه وهضرنا عليه بزاف. حنا غنشوفو دابا نيت كيسيون بي دي لوير ان كومباريزون دو 1 - 4 غاسين 3 et 1 - 5 غاسين 2. يعني غادي نقارن دابا لوبوزي ديال هاد العددين، يعني ناقص ومن بعد نزيد واحد. دونك كندير هنا ديجا لقينا 5 جذر جوج كبر من 4 جذر 3. اشنو غندير؟ غنضرب في ناقص باش نقارن لوبوزي ديالو. الا ضربت في ناقص شنو غادي ندير؟ غنغير الترتيب، غتولي ناقص 5 جذر جوج هاد اكبر غتولي اصغر من ناقص 4 جذر 3. ابخي شنو غندير؟ غنزيد هنا واحد ونزيد هنا واحد. واحد زائد ناقص واحد لما ديال الأقواس، واحد ناقص 5 جذر جوج. واضح؟ زدت هنا واحد وزدت هنا واحد ما غيتغير والو. دونك عفوا هاد واحد ناقص 5 جذر جوج صغر من هاد واحد، نجيبو من هنايا باش يبقى نفس الترتيب اللي حاطينه هنا، ناقص 4 جذر 3. واضح؟ دونك قارنا المقابل ماشي المقلوب عفوا، ومن بعد زدنا واحد في الطرفين. فاش كنزيد شي عدد ولا كنقصو من الطرفين راه مكيتغير حتى شي حاجه. دوزو لي كيسيون نيميرو 2 soit x et y de nombres réels tels que x encadré par 2 3 et y encadré par 5 et 7. دونك هادو ساهل. علاش ساهل؟ حيت عطينا الاعداد بجوج موجبه. بارفوا كيعطيونا عدد موجب وعدد سالب، هذه هي الاغلبيه اللي كتحط في الامتحانات، ولكن حتى هذه زوينه حيت غنشوف فيها الضرب وغنشوفوا حتى القسمه. راه باقي التمرين باقي طويل، غنشوفوا الطرح وغنشوفوا القسمه وغنشوفوا هذا النوع من العمليات. دونك تبعوا معايا مزيان، نمشيو دابا غير بشويه بشويه سؤال بالسؤال. التأطير ديال الجمع ساهل. شنو قلنا؟ التأطير ديال الجمع كنحط التأطير ديال إكس هي مأطرة ما بين جوج و3. التأطير ديال إيكغيك مأطرة ما بين 5 و7. دونك التأطير ديال الجمع كنجمع كل عدد مع المقابل معاه، هادي زائد هادي، هادي زائد هادي، هادي زائد هادي. دونك إكس زائد إيكغيك encadré par 2 plus 5، هاد اليسار زائد اليسار واليمين زائد اليمين 3 plus 7. دونك 2 plus 5 غتعطينا 7، وهنا عندنا x plus y، هنا عندنا 3 plus 7 غتعطينا 10. دونك هذا هو لونكادرومون ديال x plus y. التأطير ديال الضرب حتى هو ساهل فاش كيكون عندي الأعداد موجبة، بحالو بحال الجمع. فاش كيكون عندي الأعداد موجبة كندير له بحال الجمع، يعني عندي التأطير ديال x محصورة ما بين جوج 3 و y محصورة ما بين 5 و 7. دونك x fois y encadré par، دونك الوسط في الوسط، اليسار في اليسار، اليمين في اليمين. جوج في 5 من هنا، 3 في 7 من هنا، جوج في 5 10. هنا عندنا x في y، 3 في 7 21. إذن هذا هو التأطير بكل بساطة ديال الجداء فاش كيكونوا الأعداد موجبة. ديجا هضرنا فاش كيكونوا الأعداد سالبة شنو كنديرو؟ ما كنأثروش الضرب ديال السالب للأسف، كنرجعو موجب، يعني كنأثرو لوبوزي ديالو، ومن بعد عاد كنحيدو هذاك الناقص اللي زدنا.
دابا غنزيدو التأطير ديال إكس ناقص إكغيك. التأطير ديال الطرح ما كاينش. اشنو كندير للطرح؟ كنرجعو جمع. دونك هاد إكس ناقص إكغيك كنرجعها هي إكس زائد ناقص إكغيك، حيت زائد ناقص راه هي ناقص. دونك كنأطر ناقص إكغيك، داكشي اللي لقيتو نجمعو مع إكس. واضح؟ دونك كندير أونا إكغيك encadré par 5 et 7 donc moins y encadré par ناقص y لوبوزي. كنقلب فيه الترتيب، 7 تولي ناقص 7 وتجي من هنا، 5 تولي ناقص 5 وتجي من هنا. هذا التأطير ديال ناقص y. ابخي كنجمعو مع التأطير ديال x. دونك عندنا x encadré par 2 3 دونك x زائد ناقص y. دابا غندير الجمع. التأطير ديال الجمع قلنا ما كاين ما سهل منه، اليمين مع اليمين يعني 2 مع ناقص 7، 2 زائد ناقص 7، واليسر مع اليسر يعني 3 زائد ناقص 5. دونك 2 زائد ناقص 7 هي 2 ناقص 7 اللي هي ناقص 5، x زائد ناقص y زائد ناقص راه هي ناقص، هي اللي كنقلبو عليها x ناقص y، و3 ناقص 5 هي ناقص 2. إذا هذا هو التأطير ديال x ناقص y بكل بساطة. ندوزو دابا للتأطير ديال x y سيغ x موان y. دونك هذا التأطير ديال القسمة. التأطير ديال القسمة حتى هو ما كاينش، بحالو بحال الطرح، غير القسمة كنرجعها ضرب. دونك هادي شنو غندير؟ تساوي، كنحط المقام هو الاول x y وكنضرب في المقلوب ديال هذا اللي هي 1 على x ناقص y. حيت هاد الكتابة هي هادي، غير هنا هاد القسمة رجعناها ضرب x y على x ناقص y هي x y في 1 على x ناقص y. يعني غنأطر لانفيرس ديال 1 على ديال x ناقص y، وداكشي اللي لقيتو نضربو في x y. دونك كندير أونا x موان y راه ديجا عندنا التأطير ديالها، يلاه شفناه دابا، ها هو ناقص 5 وناقص 2. واضح؟ دابا غنأطر المقلوب ديالها. عندنا أعداد سالبة، دونك فاش كيكون عندنا نفس الأعداد إما موجبة ولا سالبة في التأطير ديال المقلوب كنغير البلايص. دونك التأطير ديال 1 على x ناقص y مأطرة ما بين هاد ناقص 5 غتجي هنا وتولي 1 على ناقص 5 اللي هي ناقص 1 على 5، وناقص 2 غتولي 1 على ناقص 2 وتجي من هنا اللي هي ناقص 1 على 2. واضح؟ التأطير ديال المقلوب كنبدل فيه الأماكن. دابا هذاك الشيء اللي لقيتو نضربو في x y، ولكن باش ندير الضرب خصني أعداد تكون موجبة، ولكن هنا للأسف عندي أعداد سالبة، ناقص 1 على 2 ناقص 5 ناقص 1 على 5. جميع الأعداد اللي كاينين هنا هي أعداد سالبة، يعني خصني نأطر لوبوزي ديال 1 على x ناقص y. دونك غادي نأطر دابا ناقص 1 على x ناقص y. ضربت في ناقص، خصني نبدل البلايص ونضرب في ناقص. ناقص 1 على 5 لوبوزي ديالها هو 1 على 5 تجي من هنا، 1 على 2 تجي من هنا. واضح؟ دابا عاد نقدر نضرب في x y. دونك اي اونا x y عندنا التأطير ديالها، ها هو x في y اللي هي 10 21. دونك دابا غنضرب هادي في هادي x y في ناقص 1 على x ناقص y. خدو البال هادشي راه ماشي ساهل ماشي صعيب. دونك غندير هنا الضرب ديال الأعداد موجبة، اليمين في اليمين اليسار في اليسار. دونك 1 على 5 في 10 هي 10 على 5، 10 على 5 نحسبوها مباشرة هي 2 باش يكون لي سباس. هنا عندي 21 في 1 على 2 هي 21 على 2. واضح؟ دابا غنحيد هاد الناقص. الا بغيت نحيد ناقص شنو غندير؟ غنعاود نضرب في ناقص اخرى. دونك كتعطينا ناقص x y على x ناقص y
هي هادي، هاد ناقص جبناه هنا محصورة ما بين 2 و 21 على 2. واضح؟ دابا غادي نعاود نأطر لوبوزي ديال هادي، يعني باش نتخلص من هاد الناقص غنأطر المقابل ديالها. دونك غادي نستنتجو دابا أن إكس إكغيك على إكس ناقص إكغيك محصورة ما بين لوبوزي ديال 2 هو موان 2 تجي من هنا، ولوبوزي ديال 21 على 2 هو ناقص 21 وتجي من هنا. واضح؟ واضح جدا. دونك هادي شوية صعيبة غنعاودها معاكم باش تفهموها مزيان. دونك بغينا نأطرو إكس إكغيك على إكس ناقص إكغيك. واضح؟ بغينا نأطرو هاد العدد إكس إكغيك على إكس ناقص إكغيك. قلنا التأطير ديال القسمة مكاينش، غنرجعوه جداء. رجعناه جداء هي إكس إكغيك في 1 على إكس ناقص إكغيك. عندنا التأطير ديال إكس ناقص إكغيك محصورة بين ناقص 5 وناقص 2. درنا المقلوب ديالها هو 1 على إكس إكغيك. فاش درنا المقلوب بدلنا البلايص ودرنا المقلوب ديال ناقص 1 ناقص 2 هو ناقص 1 على 2 ناقص 5 ناقص 1 على 5. ابخي لقينا هاد العدد سالب، دونك ميمكنش نأطرو الجداء وعندنا عدد سالب. رجعناه موجب، هنا أطرنا لوبوزي ديال هاد العدد اللي هو ناقص 1 على إكس ناقص إكغيك. ناقص 1 على 5 ولات 1 على 5 ولات من هنا إلى آخره. ابخي دا حطينا التأطير ديال إكس إكغيك كنا ديجا لقيناه 10 21. درنا التأطير ديال الجداء، عندنا عدد موجبة اليمين في اليمين اليسار في اليسار، ولقينا إكس إكغيك في ناقص 1 على إكس إكغيك محصورة بين 2 و 21 على 2. وداكشي اللي لقيناه عاودنا أطرنا لوبوزي ديالو باش نلقاو أن العدد اللي عاطينا إكس إكغيك على إكس ناقص إكغيك. واضح؟ واضح جدا. أجيو دابا ندوزو للسؤال الثالث والأخير. La soit z un nombre réel tel que 2z moins 1 encadré par 1 et 3 montré que z encadré par 1 et 2. دونك عندنا التأطير ديال 2 زد ناقص 1. دونك غنطلقو منها ونحاولو نعريو على زد باش نلقاوها محطرة بين 1 و 2. دونك عندي 2z moins 1 encadré par 1 et 3. دونك كيفاش كنعريو على هاد الحرف اللي عندنا هنا؟ هاد السؤال تاو كيطرح بزاف. كنحيد هاد خصني نحيد ناقص 1 ونحيد 2. اول حاجه غنحيد ناقص 1. العدو ديال ناقص شنو هو زائد. دونك غنزيد 1 هنا، نزيد 1 هنا، نزيد 1 كل البساطه. فاش كنزيد ما كنغير والو. دونك هنا ناقص 1 زائد 1 ها علاش زدت 1 باش نختزلها هي 0 تبقى لي 2 زاد. 1 زائد 1 نحسبها 2. 3 زائد 1 4. هنا عندي 2 زاد يعني 2 في زاد. العدو ديال الضرب شنو هو القسمة. دونك كنقسم على 2 نقسم على 2 نقسم على 2. قسمت على عدد موجب ما كيتغيرش عاوتاني الترتيب. دونك ها هي 2 مشات مع 2 بقات ليا زاد et encadré par 2 sur 2 1 4 sur 2. دونك زاد فعلا راه ما بين 1 و 2 وهي اللي قالوا لنا. واضح؟ وضوح الشمس في يوم جميل. هاكا كملنا التمرين. تمرين زوين بزاف، نتمنى تكونوا استفدتوا منه وتكونوا استفدتوا من هذا الشرح في هذه العمليه اللي شويه صعيبه. حاولوا تعاودوا الفيديو وراه غادي تفهموها ان شاء الله. غادي نشوفوا تيوريم دو تاليس ليكزارسيس 4. سواء A B c'est un triangle tel que عطينا لي ديستانس A B عطينا 6 عطينا AC 4 عطينا بي سي 8. دائما حاولوا الله يرضي عليكم تكتبوا هاد المعطيات هادو في الشكل كيسهلوا عليكم بزاف الحوايج. سواء ان بوين دو لا دومي دروات سي ا. دونك عندنا ان كتنتمي نفس المستقيم سي ا يعني في هاد الجهه ديال ا، وان ما كتنتميش للسيغمون سي ا يعني ان خارجه على السيغمون سي ا يعني غادي تكون من هنايا. هي في الشكل تلك AN égale 2. donc on a AN كتساوي 2. La droite parallèle ABC passant par N coupe AB en M. donc on a المستقيم اللي موازي مع BC وكيمر من N. donc هو هذا كيقطع لنا AB في M. donc ها هو كيقطع AB في M. هي هذه الشكل راه راسمينو لكم.
كيسيون ان مونطخي كو ا ام ايكال 3. هنا قال لك بين ان ا ام كتساوي 3. دونك امر بسيط جدا. دونك هنا عندنا بي سي و ام ان متوازين، يلا هضرنا عليها دابا. عندنا ا سي، عندنا ا ان، عندنا ا بي، ونستعملو طاليس في هاد البابيون هذا اللي عندنا هنايا. دونك باش نستعملو طاليس شنو غندير؟ جوج ديال الشروط. دونك اونا الشرط الاول هو ام ان كيوازي بي سي. الشرط الثاني عندنا لي بوان الينيي ا ان سي و ا ام بي، ولا نقول ا كتنتمي ل ان سي droite et A appartient à la droite MP ولا B. فاش كنقول A كتنتمي ل MP يعني A و M و B راه في نفس المستقيم، يعني مستقيمية. هنا A كتنتمي ل NC و كتنتمي في نفس الوقت ل PM، يعني هاد لي droite NC و MP راه سيكوند اون A كيتقاطعو في النقطة A. وندير دونك d'après le théorème de Thalès on a دونك عندنا ا ان على ا سي كتساوي ا ام على ا بي. ا ان سيغ ا سي ايكال ا ام سيغ ا بي، وكتساوي حتى ام ان على بي سي، ولكن مغاديش نحتاجو ليها دابا. دونك نزيدوها ام ان سيغ بي سي. دونك حنايا غادي نحتاجو غير هاد ليكواسيون الاولى. ا ان راه عندنا 2، ا سي عندنا 4، ا ام هي اللي بغينا نحسبو، ا بي عندنا 6. ونطبقو قاعدة الثلاثية، ولا نضربو هنا فوا 6 باش نحيدو هاد 6. نضرب هنا فوا 6 ونضرب هنا فوا 6. دونك باش تمشي 6 مع 6 وهنا نحسبو. دونك غتمشي 6 مع 6 غتبقى ا ام، وهنا غادي نحسب 6 في جوج 12، 12 على 4 3. دونك ا ام ايكال 3. واضح؟ واضح جدا، أمر جد بسيط. طاليس المباشرة. Question 2 soit I un point de la demi-droite BC. Donc عندنا I كتنتمي لنصف مستقيم BC و n'appartient pas au segment BC، وما كتنتميش للقطعة BC. يعني I كاينة هنا، ها هي في الشكل، هذه هي I. عطينا هنا AC كتساوي 4. Donc la distance AC 4. Montrer que AC et ME sont parallèles. هنا قلنا بين أن المستقيمين AC و ME parallèles. donc AC ها هو ME ها هو. دونك هنا دابا غادي نستعملو هاد لو ريكتونغل هذا MBI. دونك عندنا BC، عندنا سي يعني نقدرو نستنتجو BA، عندنا BA، عندنا AM راه يلاه حسبناها دابا 3. دونك نقدرو نستنتجو PM ونستعملو لا ريسيبروك دي طاليس. نحسبو BC على BA خصنا نلقاوها BA على PM، وعندنا لي بوان الينيي اي او ميم اوردر BCE و BAM. دونك شنو غادي ندير؟ غندير هنا لي كونديسيون هما الاولين. غندير هنا C appartient au segment BI كتنتمي للقطعة BI، وعندنا A كتنتمي للقطعة BE. هذا الشرط الاول باش نستعملو لا ريسيبروك دي طاليس. الشرط الثاني كنمشي نحسب بي سي على بي اي ونحسب بي ا على بي اي. دونك بي سي عندنا 8، بي اي ما عندناش، ولكن هي بي سي زائد سي اي، يعني 8 زائد 4 اللي هي 12. شوف دابا بي ا عندنا 6 و بي ام عندي 6 زائد 3 9. دونك غادي نختازلو باش يبان لنا التساوي. هنا غنختازلو
بثلاثة غتبقى جوج، هنا نختزلو بربعة تبقى جوج. دونك كنختزل هنا بربعة وهنا بربعة. 8 على 4 3، 12 على 4 12 على 4 8 على 4 جوج استسمح، و 12 على 4 اللي هي اللي 3. هنا غنختزلو 3 عاوتاني، 6 على 3 جوج، و 9 على 3 3. دونك جوج على 3 جوج على 3. لاحظوا هادي لقيناها جوج على 3 حتى هادي جوج على 3. دونك غنستنتجو أن بي سي على بي اي إيكال بي أ سيغ بي ام. دونك هذا هو الشرط الثاني ديال طاليس. نسمي هذا مثلا كونديسيون دو. هذا الشرط الأول، وندير دو أ إيكال من 1 و 2 حسب طاليس العكسية. ندير إي دابخي لا ريسيبروك عند طاليس ندير كنستنتجو أن دونك بي هي اللي كتعاود. دونك سي أ يعني أ سي المستقيم الأول، المستقيم الثاني ام اي ولا اي ام بحال بحال. كيفاش كنخرجو المستقيمين من هاد الغابور هذا؟ كيكون عندي واحد الحرف كيتعاود بحال هنا بي 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 بي، كنحيدو نشوف البسط شنو بقى فيه. بقات فيه سي أ يعني المستقيم الأول هو سي أ، لتحت بقات اي ام دونك المستقيم الثاني هو اي. غير نديرو الترتيب ديال الحروف. داكشي علاش كنقلب سي أ درتها أ سي، و ام اي راه اي ام راه هي ام اي بحال بحال. دونك بينا أن المستقيمين متوازيان. دونك نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا التمرين مزيان، تكونوا استفدتوا مزيان من هذا الشرح. ليكزارسيس نيميرو 5 اللي غادي نشوفوا فيه تمرين رائع جدا. غنشوفوا بيثاغور، لا ريسيبروك ديال بيثاغور، وغادي نشوفوا التريغونومتري والأسئلة اللي كيطرحوا في الحساب المثلثي. Donc sur la figure seconde, خدنا هاد لا فيغور هادي A B C un triangle rectangle en A. قلنا A B C قائم الزاوية في A. عطينا لي ديستونس A B 3. دائما نكتبو لي ديستونس في الشكل. عطينا A C راسين 7، معطيناش B C. soit D un point tel que CD égale 5. donc عطينا CD 5، وعطينا AD 4 راسين 2. كيسيون أ كالكيلي بي سي. دونك هنا مطلوب منا نحسبو بي سي. دونك ساهلة، عندنا أ بي سي ان تريونغل ريكتونغل أون أ، عندنا أ سي، عندنا أ بي. بي سي هو ليبوتينيز، دونك غنستنتجو بي سي. دونك غندير أ بي سي ان تريونغل ريكتونغل أون أ. أ بي سي قائم الزاوية في أ. دونك دابخي le théorème de Pythagore. شنو كتقولنا فيثاغورس؟ on a donc l'hypoténuse هو بي سي. دونك بي سي كاري égal أ بي كاري بلس أ سي كاري. دونك هادي هي الغولاسيون ديال بيثاغور. واضح؟ واضح. غنديرو التطبيق. دونك غنعوضو المعطيات اللي عندنا، سيتادير يعني بي سي كاري أ بي عندنا 3 دونك 3 أو كاري، أ سي عندنا راسين 7 أو كاري. دونك بي سي كاري إيكال 3 أو كاري 9 راسين 7 أو كاري. دونك الراسين غيحيد لنا أو كاري، تحيد لنا راسين غتبقى 7. دونك بي سي كاري إيكال 7 بلس 9 غتعطينا 6. دونك حنا بغينا بي سي، إلا بغينا نحيدو الأس 2 كندخلو راسين كاري
كندخلو الجذر في الطرفين. دونك هنا أس 2 تحية الجذر تبقى بي سي، وجذر 16 معروف هو 4. دونك هنا معندناش الوحدة، دونك نخليو الجواب بحال هكا سون نيجاتيف بلا وحدة. Question numéro 2. Montrez que le triangle ACD est rectangle en C. يبين أن المثلث دابا AC D قائم الزاوية وصافي. أون سي عاطينا قائم الزاوية في سي. مزيان. دونك فاش كيعطيوك فين قائم الزاوية راه كيسهلو عليك كتر، يعني كيحدو لك أطول ضلع في المثلث. إذا نتا شنو كدير؟ مادام قائم الزاوية في سي دونك ليبوتينيز غيكون هو أ. دونك غنحسبو أ دي كاري، خصنا نلقاو غير تساوي أ سي كاري زائد سي دي كاري. دونك أ دي كاري عندنا 4 راسين 2 au carré. 4 au carré 16 fois racine 2 au carré هي 2. 2 fois 16 عطينا 32. ودابا كنحسب أ سي كاري زائد سي دي كاري. دونك أ سي عندنا جذر 7 و سي دي عندنا 5 أس 2 أس 2 بطبيعة الحال. جذر 7 أس 2 7، 5 أس 2 25. 5 زائد 7 12 كيبقى 1 و 2 3 دونك 32. هنا لقينا 32 هنا 32. دونك غادي نستنتجو أن أ دي كاري فعلا كتساوي أ سي كاري زائد سي دي كاري، وهذه هي رولاسيون ديال بيتاغور. إلا كانت عندك هذه كتقول دابخي لا ريسيبروك دي بيتاغور A C D est rectangle en C. دونك حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية A C D rectangle en C قائم في النقطة C. Question numéro 3. Calculer les rapports trigonométriques de l'angle ABC. هنا قلنا حدد العلاقات المثلثية في الزاوية A B C، هاد الزاوية. دونك غادي نحسبو الكوسينيس ديال الزاوية A B C سينيس و طونجونت. دونك الكوسينيس شنو كيساوي؟ خصكم تعقلوا على هادو الله يرضي عليكم. الكوسينيس سينيس طونجونت ساهلين فاش كيكونوا في المثلث. كوسينيس هو لادجاسون على ليبوتينيز، دونك خصني نعرف نحدد لادجاسون. ليبوتينيز راه كيكون معروف هو اكبر ضلع، هو اذا كان قائم الزاويه في ا دونك ليبوتينيز هو بي سي. لادجاسون هو لوبوزي، هما اللي فين كيكون المشكل. لادجاسون هو الراس ديال هذيك الزاويه مع الزاويه القائمه هو بي ا. دونك بي ا هو ليبوتينيز، بي ا ولا ا بي بحال باردون هو لادجاسون، وليبوتينيز هو بي سي. صافي كنعوض بي ا شحال 3 و بي سي 4. صافي جاوبت، سهلة جدا. بالنسبة للسينيس، السينيس هو لوبوزي على لادجاسون. بالنسبة للوبوزي كنخبي الزاوية كدير على اللي بقى ليا AC هو لوبوزي. دونك AC على ليبوتينيز راه هو بي سي، ونعوض AC عندي جذر 7 و بي سي عندي 4. دونك جذر 7 على 4. طونجونت هو لوبوزي على لادجاسون. دونك لوبوزي هو سي ا و لادجاسون قلنا هو بي ا. دونك هي جذر 7 على 3. واضح؟ واضح جدا، ساهل. هاد السؤال كيطرح بزاف وسهل. السؤال الموالي، السؤال الأخير. هنا ألفا ديزين لا ميزور اون دوغري دان انغل ايكي اون دونك كوس ألفا إيكال راسين 5 سي 3. دونك عطينا الكوس ديال واحد الزاوية ألفا، زاوية حادة، وكيقولك استنتج لي
حسب لي السينيس وحسب لي طونجونت. الطريقه باش كنحسبوا السينيس اولا كيعطيك السينيس يقول لك حسب الكوسينيس ساهله، كنستعملوا العلاقه اللي كتربط السينيس بالكوسينيس اللي هي شنو هي العلاقه اللي كتربط السينيس بالكوسينيس؟ هي سينيس او كاري ديال الزاويه الفا زائد الكوسينيس او كاري ديال نفس الزاويه كيساوي واحد. دونك هاد القاعده هادي خصك تكون حافظها وتعرف تطبقها. سينيس اس 2 ديال اي زاويه حاده زائد كوسينيس اس 2 كيساوي واحد. دونك غادي نعوضو حنا شنو بغينا نحسبو السينيس. دونك غنخلي السينيس الطرف الاول هنا عندي واحد، كوسينيس غنحولها كانت عندي زائد غتولي ناقص كوسينيس اس 2 الفا. عقلوا حتى على هادي، الا بغيت سينيس اس 2 هو واحد ناقص كوسينيس اس 2، حتى الا بغيت الكوسينيس اس 2 السينيس غنحولو غيولي عاوتاني ناقص، حتى الكوسينيس اس 2 كيساوي واحد ناقص سينيس اس 2 ديال نفس الزاويه. غنعوضو هادي واحد، والكوسينيس راه عاطينو لنا هو جذر 5 على 3. هذا غير الكوسينيس، ما ننساش هاد اس 2، يعني هاد العدد خصنا نرفعو اس 2. دونك سينيس اس 2 ديال الفا كيساوي واحد ناقص جذر 5 اس 2 هي 5 و3 اس 2 هي 9. هاد اس 2 راه خصها تمشي مع البسط ومع المقام، جذر 5 اس 2 5، 3 اس 2 9. دونك سينيس كاري ديال الفا كيساوي، هنا غنوحد المقام، واحد راه هي 9 على 9 ضرب في 9 نقسم على 9، 9 ناقص 5 4 والمقام واحد هو 9. هادي سينيس كاري. انا بغيت السينيس شنو غندير؟ الا بغيت نحيد اس 2 وغندخلو الجذر. دونك هنا اس 2 يحيد الجذر وتبقى لي السينيس ديال الفا. هنا جذر 4 راه جوج وجذر 9 هو 3، حتى الجذر كيمشي مع البسط ومع المقام، جذر 4 على جذر 9، جذر 4 جوج جذر 9 3. وهذا هو الجواب بكل بساطة. تعرف القاعدة وتعرف تطبق القاعدة. بالنسبة للطونجونت كنستعملوا القاعدة اللي كتربط الطونجونت بالسينيس والكوسينيس اللي هي طونجونت ديال الزاوية الفا كيساوي السينيس ديال نفس الزاوية على كوسينيس ديال نفس الزاوية. هاد العلاقة كذلك خصك تحفظها وتعرف تطبقها. دونك التطبيق ديالها عند التعويض السينيس غنعوضو بهادشي اللي لقيت 2 على 3 ها هي على كوسينيس راه عندنا جذر 5 على 3. هنايا نقدر نختزل هاد 3 مع هاد 3 باش ما نتلفكمش. عندي القسمه نحولها للضرب، الا حولت القسمه للضرب شنو كندير؟ كنحتفظ بالعدد الاول وكنضرب في المقلوب ديال الثاني جذر 5 المقلوب ديال الثاني جذر 5 على 3 المقلوب ديالها هو 3 على جذر 5. 3 على جذر 5. دونك هنا غنختزل هاد 3، غنختزلها دابا مع 3 بانت، وهنا غتبقى لنا 2 على جذر 5. دونك طونجونت الفا تساوي 2 على جذر 5. دائما يجيكم الجذر في المقام حيدو، باش نحيدو راه شفنا الطرق باش نحيدو الجذر. هنا نضرب في نفس العدد جذر 5 وهنا نضرب في جذر 5. دونك طونجونت الفا كيساوي 2 في جذر 5 هي 2 جذر 5، جذر 5 في جذر 5 هي 5. اي عدد في نفسه جذر في جذر راه هي جذر 5 أس 2 هي 5. واضح؟ دونك طونجونت الفا كيساوي 2.5 دونك هكا كملنا التمرين زوين بزاف، وكملنا الامتحان تاعو. الامتحان جد رائع، نموذج زوين بزاف، نتمنى تكونوا استفدتوا منه. هذا النموذج الخامس كملناه، 5 ديال النماذج غير ديال 2025. ناهيك على النماذج اللي كنت خدام مع التلاميذ اللي قبل منكم، كاين فيديو اخر فيه 5 ديال النماذج، ماشي هادو 5 ديال النماذج ديال 2024
نتمنى تكونوا شفتوه. اللي ما شافوش يحاول يرجع ليه حتى هو. الا شفتي غير هاد 10 النماذج راه الخيال العلمي راه مستحيل ما تجيبش 20. تخيل 10 ديال النماذج ديال الامتحان كلهم بالشرح، كلهم بطريقه مبسطه جدا، غير اللي ما بغاش يقراو صافي. ما تنساوناش من الدعوات ديالكم، وما تخليوش هذا المجهود يوقف عندكم. اي فيديو وصلك غير ذلك بارطاجي مع صحابك، بارطاجي في الجروب ديال الواتساب، لي جروب ديال الفيسبوك باش يكونوا الناس جداد يستافدوا. كذلك دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.